كانوا كلموني قالوا لي بقول لك، قلت لهم ايه؟ قالوا لي هو انت شجره؟ لا انا مش شجره. تسافر؟ احنا مسافرين نوبه، تيجي معانا؟ قلت لهم اجي. قالوا لي فرصه بقى بالمره تجرب كل اللاين بتاع سلسله الار من كانون. وقد كان سافرت معاهم يومين وكان تحت ايدي كل حاجه واي حاجه من كاميرات الار بتاعت كانون. ودي كانت أول مرة أسافر بقطر النوم، تجربة غريبة وجديدة وما أعتقدش إن أنا في حياتي هكررها تاني. المهم إن دي كانت أول مرة يبقى تحت إيدي هذا القدر من الكاميرات وكلها موجودة في نفس الوقت. وجودي في بلد جميلة زي أسوان اداني فرصة إن أنا أجرب كل كاميرا وأعرف بقى عن قرب كده هي معمولة لمين. وعلشان كده أنا بتكلم معاك دلوقتي علشان أقول لك كل كاميرا من دول معمولة لمين، ايه المواصفات اللي موجودة فيها وهتستخدمها في ايه. شوية كاميرات عظمة. تعال بقى نبتدي بأقوى وأعتى وأجمد كاميرا في السلسلة بتاعت الار، وهي الار 3. أغلاهم تمنها دلوقتي $5500، ودي كده الفلاج شيب. لو انت عايز اعلى حاجه موجوده في الكاميرات بتاعت كانون هتبقى الار 3. السنسور بتاعها 24 ميجا بكسل بس، ده لانها معموله انها تبقى قويه في اللو لايت، وكمان عايزين ان الكاميرا دي تبقى سريعه. الكاميرا دي بتصور 12 فريم ميكانيكال شاتر وبتصور 30 فريم الكترونيك شاتر. ممكن تصور 6 كيرو، بتصور 4K 120 فريم، بيتحط لها كارت سي اف اكسبريس، فيها ان بودي ايمج ستابلايزيشن ومثبت صوره جوه البودي بتاع الكاميرا. ودي الكاميرا اللي انت هتجيبها لو انت بتصور وايلد لايف محتاج سرعه الكاميرا دي، او لو انت بتصور موتور سبورتس او محتاج القدرات بتاعت الفيديو دي، او غني معاك فلوس. يجي بقى بعد الكاميرا دي الار 5، والار 5 دي انا بسميها الجوكر. دي اللي بتعمل كل حاجة حلوة قوي. 45 ميجا بكسل، وده معناه انها تديك اعلى ايمج كواليتي في كل السلسلة بتاعت ار واعلى ريزولوشن. اما بقى بالنسبه لتصوير الفيديو فبتصور 8K رو انترنالي، وبتصور 4K 120 فريم، وفيها ان بودي ايمج ستابلايزيشن او مثبت جوه الكاميرا زي الار 3. وانا بالنسبه لي شايف ان الكاميرا دي معموله لحد بيستخدم الفوتوغرافيا والفيديو بشكل بروفيشنال جدا. انت عايز حاجه في الفوتوغرافيا قويه جدا وعايز حاجه في الفيديو قويه جدا، فدي الكاميرا الوحيده في السلسله اللي هتديك اعلى حاجه في كل حاجه. وثمن الكاميرا دي $3400. بعد كده جربت الار 6 مارك 2، والكاميرا دي هي كاميرا الميد رينج. طبعا هي كاميرا فول فريم زيها زي الار 3 وزي الار 5. هنلاقي ان السنسور بتاعها 24 ميجا بكسل، وبتصور فيديو 4K 60 فريم وفول اتش دي 180 فريم، وممكن تصور 6K رو اكسترنالي مش على الكاميرا لو انت وصلتها باكسترنال ريكوردر. وبرده الكاميرا دي فيها ان بودي ايمج ستابلايزيشن وسعرها $2500. وانا شايف من وجهة نظري ان دي الكاميرا اللي بقول لك ميد رينج، دي اللي هتبقى مناسبه لكل الناس. انت مش واخد اعلى حاجه في الفيديو موجوده من كانون، مش واخد اعلى حاجه في الفوتوغرافيا، ولكن واخد اللي 80 90% من المستخدمين هيبقوا محتاجينه في الفيديو او في الفوتوغرافيا. ثم يجي بعد كده الار 8، والار 8 للاسف ما كانتش لسه اعلن عنها وانا في السفريه دي، بس لازم احطها لك في اللاين علشان تبقى انت عارف ترتيبها ايه في وسط الكاميرات دي. الار 8 هي الانتري ليفل فول فريم بتاعه كانون دلوقتي. 24 ميجا بكسل، بتصور 4K 60 فريم ان كروبت، بتصور 10 بت بس فيها شويه حاجات ناقصه بقى نظرا لانها انتري ليفل. ما فيهاش ان بودي ايمج ستابلايزيشن، ما فيهاش ميكانيكال شاتر، فيها الكترونيك شاتر بس، ما فيهاش 2 ميموري كارد، فيها سلوت واحده بس الاس دي كارد. وكمان تعتبر الكاميرا دي هي اخف كاميرا فول فريم في كل الكاميرات اللي احنا اتكلمنا عليها دي، واقلهم سعرا. سعر الكاميرا دي $1500. هنا بقى احنا وصلنا لنهاية الكاميرات الفول فريم من السلسلة بتاعت الار. اللي جاي كله هيبقى كروب، واول كاميرا واعلى كاميرا في سلسلة الكروب هي الار 7. الكاميرا دي من اكتر الكاميرات اللي عجبتني وانا بجربها. هي بالظبط عاملة زي الار 5 بس في الكروب. يعني هتلاقي الميجا بيكسلز بتاعتها كتير، 32 ميجا بكسل، بتصور فايل 4K نظيف جدا، اوفر سامبلد 7K، بتصور 4K 60 فريم بس بيبقى فيه كروب. واسمع دي بقى فيها ان بودي ايمج ستابلايزيشن، يعني هي كاميرا كروب وبرضو فيها مثبت صوره او مثبت اهتزاز جوه البودي بتاع الكاميرا. فيها مكان ل2 ميموري كاردز، والكاميرا دي سريعه جدا، بتصور 15 فريم في الميكانيكال شاتر وبتصور 30 فريم في الالكترونيك شاتر، وده يعتبر انها اسرع من الار 3 في الميكانيكال شاتر. ده كان بتصور 12 ودي بتصور 15 فريم. وثمن الكاميرا دي $1400. اعتقد ان الكاميرا دي هتبقى ممتازه للناس اللي بتصور رياضه وعايزين زوم اكتر، فهيستخدموا الكروب مع السرعه الفظيعه بتاعت الكاميرا. فهي البديل بتاع الار 3 لو انت عايز حاجه كروب.
بعد كده نخش على الار 10، والار 10 ده هي الانتري ليفل بتاعه الكروب فريم. سنسور 24 ميجا بكسل، بتصور 4K اوفر سامبلد من 6K، ولكن طبعا معمول له كروب على 60 فريم. لو هتصور 4K 30 فريم مش هيبقى فيه كروب. ما فيهاش ان بودي ستابلايزيشن، ما فيهاش غير سلوت لاس دي كارد واحده. وتمن الكاميرا دي $880، وهي دي الكاميرا اللي اي حد هيبقى بيقول لي انا عايز ابتدي تصوير واتعلم تصوير، هتبقى هي دي الكاميرا اللي هيبتدي بيها. واخيرا اخر كاميرا واصغر كاميرا، ويعني هي شكلها ما ببص عليها كده بيضحكني، هي الار 50. دي اصغر كاميرا موجوده في اللاين بتاع الار كله. اصلا تحس ان الكاميرا بقها كبير كده، لان لما حطوا الماونت بتاع الار اف على البادي ده تحس ان بقت هي تلتينها مثلا هو الماونت بتاع العدسه. دي ارخص كاميرا موجوده من كانون، ثمنها $680 و24 ميجا بكسل برضو. بتصور فيديو 4K 30 فريم، بتصور فول اتش دي 120 فريم. ودي تاني كاميرا ما يكونش فيها ميكانيكال شاتر بعد الار 8. يعني الار 8 في الفول فريم ما فيهاش ميكانيكال شاتر، وكمان الار 50 هنا ما فيهاش غير الكترونيك شاتر، ما فيهاش ميكانيكال شاتر. وبمناسبه الكلام على الميكانيكال شاتر، الكاميرات اللي ما فيهاش ميكانيكال شاتر ما بتبقاش احسن حاجه في الحته بتاعه الفوتوغرافي. فكره ان يبقى عندك شاتر ميكانيكال كده بتبقى احسن للي عايزين صور اكتر من فيديو. فلو انت مايل للفيديو اكتر روح للار 50، لو انت مايل للفوتوغرافي اكتر روح للار 10، وكذلك نفس الكلام في الار 8. لو انت الصور هتفرق معاك قوي يبقى انت روح للار 6 مارك 2 او الار 6 لو انت عايز الجنريشن اللي قبله. ولكن لو انت بتصور فيديو اكتر فمش هيفرق معاك خالص موضوع الميكانيكال شاتر ده. واجمالا الار 50 هي كاميرا صغيره معموله علشان الفلوجرز، ومعموله علشان الناس البادئين في صناعه المحتوى. هي الكاميرا المثاليه حاليا لصناعه المحتوى بسبب حجمها، بسبب سهوله استخدامها. فيها فلترز وحاجات تسهل عليك في الاستخدام، وبروجرامز تساعد الشخص اللي مثلا بيعمل ريفيو ان هو لما يقرب منتج من الكاميرا تعمل فوكس على المنتج مش عليه. يعني حاجات كلها كده بتسهل على الصانع المحتوى اللي لسه بادئ ده ان هو ما يتسحلش قوي في ان هو يتعلم حاجات كتير في الاول. الحقيقه انها كانت تجربه ممتعه جدا، فكره ان يبقى قدامي كل الكاميرات واجربها وابقى عارف كل واحده فيهم بتعمل ايه. كل الكاميرات دي بتشتغل بنفس الماونت. يعني لو انت بدات بارخص كاميرا فيهم تقدر ان انت تشتري لها عدسات تستخدمها مع اغلى كاميرا فيهم، فايا كان ايه العدسه اللي انت بتستخدمها هتفضل تعتبر استثمار في السيستم ده. وطبعا كل الكاميرات دي تقدر تستخدم معاها العدسات الاي اف اللي كانت موجوده في الجنريشن اللي قبل كده عن طريق الادابتر، سواء برضو من ارخص كاميرا فيهم لاغلى كاميرا تقدر تعمل معاها كده. وعايز اسالك سؤال كمان، لو انت هتخترع كاميرا تسد بيها فجوه معينه في اللاين بتاع الار ده، ايه هي الكاميرا وهتكون موجهه لمين؟ بس كده، اشوفك في فيديوهات تانية.